الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، ملحمة ساطعة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة. لحظة تاريخية قوية لم يسبق لها مثيل عبر العالم، بمظاهرها، معانيها ودلالاتها العميقة. أبدعتها عبقرية جلالة المغفور لها الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه في مرحلة تاريخية حاسمة من مسار بناء مغرب قوي متماسك. مسيرة انطلقت في مثل هذا اليوم سنة 75 900 وألف بعد استعداد لوجستيكي استثنائي في تفاصيله ومظاهره، مسجلة تدفقاً استثنائياً لجموع المتطوعين من مختلف شرائح المجتمع المغربي، مجسدة مبادئ تشبت المغاربة بترابهم الوطني وإجماع كافة مكونات المجتمع على الوحدة. مفخرة فارقة في تاريخ المغرب، منقوشة بمداد من ذهب في الذاكرة تتوارثها الأجيال، حيث سار المغاربة بعزيمة وإقدام، بنظام وانتظام صوب الأقاليم الجنوبية للمملكة لتحريرها من الاستعمار الإسباني. صور جسدت أروع مظاهر التماسك والتلاحم، مسيرة كان أسلوبها حضارياً سلمياً أظهر للعالم أجمع صمود المغاربة وإرادتهم الراسخة في استرجاع حقهم المسلوب وعزمهم على إنهاء الوجود الأجنبي والاستيطان الاستعماري، حيث حققت المسيرة الخضراء أهدافها وحطمت الحدود المصطنعة بين أبناء الوطن الواحد. وأمام الحشود الغفيرة المسلحة بالمصحف الكريم والعلم الوطني، لم تمتلك سلطات الاحتلال الإسباني إلا الرضوخ لإرادة الملك والشعب في استكمال وحدة الوطن. حدث أظهر للعالم أجمع تصميم كافة المغاربة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال على استكمال استقلالهم الوطني، يقيناً بعدالة قضيتهم وحرصاً على ثوابتهم الوطنية. مسيرة خضراء كانت وستبقى حدثاً تاريخياً شد أنظار العالم صوب المغرب، وإلى يومنا هذا ما تزال الأنظار تشد صوبه، حيث المسيرة ممتدة متواصلة بنفس الروح وذات القيم، حيث عزيمة البناء ومظاهر التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة منارة مشعة داخل المغرب وخارجه، درس كفاح من أجل وحدة الوطن، ترسيخ ركائز حاضره وامتداد أفق مستقبله.